عليكم. لو عندك حب شباب بلاش تسمعي كلام الناس اللي مش مختصة، وبلاش تجربي فيه وصفات وخلطات ممكن تضرك أكتر ما تفيدك. لو عندك حب شباب لازم تتوجهي لأقرب مختص ليكي، لأن هو اللي هيوجهك بالشكل الصح. لو بدأتي صح أكيد النتائج هتبقى مرضية ليكي في النهاية. الهدف من العلاج هنا مش إني أوقف حب الشباب بشكل نهائي، الهدف من العلاج إني أحد من ظهور الحبوب، وبالتالي هحد من الآثار اللي بتحصل بعد الحبوب. والهدف الأهم إني هتعلم أتعامل صح مع الحبوب، وبالتالي هنتجنب حدوث الآثار سواء كان في صورة بقع أو في صورة ندبات. خلي بالك إن فترة ظهور الحبوب طالت أو قصرت هي فترة وهتخلص، إنما اللي ممكن يلازمك عمرك كله هي آثار حب الشباب. علشان كده لازم تبدأي بدري وتبدأي بداية صح، علشان دايما الوقاية خير من العلاج. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات.